السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ البروستد، وهنعمل جنبها مكرونة سباكيتي بالصلصة. هما طالبين عندي في البيت جنبها مكرونة سباكيتي، بس انا عارفة ان هي بتعمل جنبها رز ريزو وكول سلو، بس طبعا لو قدمنا جنبها مكرونة سباكيتي مش هتقول لنا لا، وبجد بتطلع حلوة جدا، وبتطلع الفراخ مستوية جدا جدا من جوه. ويا رب تجربوها ان شاء الله بطريقتي وتعجبكم. يلا نبدأ بسم الله. عندي فرخة مقطعاها 11 قطعة، وغسلها كويس قوي، وعصر عليها ليمونة، وشايلة الجلد بتاعها. تمام. عندي بقى الخلاط بتاعي عشان اعمل المحلول اللي هنقع فيه الفراخ. حوالي 3/4 لتر من المية، مية عادية من الحنفية، عليها بصلاية متقطعة مكعبات، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة صغيرة من الشطة، معلقة كبيرة من الثوم البودر. تمام. مكعب من المرقة، مرقة الفراخ زي ما انتوا شايفين كده معايا. تمام. وهحط كمان معلقة صغيرة خلنجان بودر، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل البودر. تمام. وحطيت كمان معلقة كبيرة من الملح. هضربهم بقى كويس قوي لغاية لما يبقى عصير سائل جدا. بعدين هنزل بالخليط ده في بولة. تمام. اللي هنقع فيها الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده معايا، بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تمام. الفرخة بتاعتي بقى دي حوالي وزنها 1.8 كيلو، وبقطعها مقطعاها هنا على 11 قطعة زي ما قلت لكم، وعصر عليها ليمونة عشان الزفارة. هبتدي بقى كده ايه، اخرمها بالسكينة، اوديها تخريمات كده بالسكينة او فتحات بالسكينة عشان تشرب التتبيلة، والتتبيلة تدخل جواها. طبعا بتقعد في التتبيلة مش اقل من 3 أو 4 ساعات، وياريت لو قبلها بليلة نحطها في التلاجة. هبتدي بقى انزل الفراخ بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. تمام. هحطها في المحلول بتاعي. انا طبعا بشيل الجلد بتاعها لان مش بنحب ناكلها بجلدها ابدا ابدا. تمام. هحطها في التلاجة بقى تتنقع. بعدين هعمل الكفر او الغلاف اللي هغلف بيه الفراخ من بره. عندي حوالي نص كيلو من الدقيق الابيض، معلقه كبيره من النشا، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره توم بودره، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام كده. وهحط كمان مكعب من مرقه الدجاج. تمام. هديهم تقليبه كده سريعه وهسيبهم على جنب. هاجي بقى اطلع الفراخ بتاعتي على مصفى عشان تتصفى من المحلول بتاعها تماما. هنا كنت نقعها حوالي من الساعة 7 الصبح، وبدأت اشتغل فيها يعني كتسوية حوالي الساعة 4 العصر. تمام. اخدت وقت كافي جدا. المحلول طبعا بتاعها انا مش برميه. بحط بقى الفراخ بتاعتي دي، علبة ليها غطا، بحط الفراخ بتاعتي كده في العلبة واغطيها كويس قوي زي ما انتوا شايفين. بحط بالثلاث قطع. تمام. عشان تتغلف كويس، وابتدي ارج العلبة بالطريقة اللي انتوا شايفينها معايا كده. بلاقي الفراخ كلها اتغلفت تماما من غير ما اوسخ ايديا ومن غير ما بهدل الدنيا خالص. تمام. وادي المحلول بقول لكم هنا اني مش برميه. تمام. كذا رجة كده، وبتطلع الفراخ كده زي ما انتوا هتشوفوا متغلفة كويس قوي. بديها تنفيضة بسيطة من الدقيق، وبخرجها كده زي ما انتوا شايفين معايا. تمام. بعدين هنزلها في المحلول. المحلول اللي جنبها ده المحلول بتاع نقع الفراخ. طبعا ده متبل من غير محتاج بقى ميه، من غير اي حاجة، لا ده متبل وفيه كل حاجة. بديها تنزيلة كده وبطلعها تاني بسرعة، وبحطها في الدقيق مرة تانية. انا بحب اعمل الكفر مرتين، ما بحبش بصراحة اكتر من كده، عشان ما تبقاش يعني ايه، بحسها كده ضخمة قوي. فكده يعني بالنسبة لي ده احسن حاجة انا وصلت لها طبعا بعد تجارب كتير. هسخن بقى الزيت بتاعي كويس قوي. بعدين هنزل بالفراخ. انا اسفه المقطع هنا اتقطع او اتمسح، اللي هو وانا بنزلها في الزيت. بتاخد في الاول على نار عالية 5 دقايق لغاية لما تتشمع كده زي ما انتوا شفتوا. بعدين بهدي النار واغطيها واسيبها حوالي 12 دقيقة. بتقعد معايا بالظبط على النار 17 دقيقة، وبتطلع كده زي ما انتوا شايفين مقرمشة جدا زي ما انتوا شايفين كده معايا، ومستوية طبعا من جوه، وبالظبط شبه اللي احنا بنجيبها من بره. بس طبعا دي احلى وانضف، واحنا اللي عاملينها بايدينا في البيت. بخرجها كده على شبكة
عشان تنزل اغلب الزيت بتاعها او كل الزيت اللي فيها. وبنزل الدفعة التانية، عملتها بنفس الطريقة، بوريكم هنا التجزيعات اللي عليها. ما بحطش برضو اكتر من 3 قطع لو الحلة عندي صغيرة. طبعا بتتقلي في زيت غزير، ويفضل يكون في حلة عشان يبقى كده الفراخ تبقى مغمورة تماما جواه زي ما انتوا شايفين معايا، عشان طبعا مش بنقلبها اثناء التسوية. تمام. بتاخد برضو في الاول على نار عالية 5 دقايق لغاية لما تشد كده معانا الغلاف بتاعها زي ما انتوا شايفين، وتتشمع كده وتمسك نفسها. بعدين بهدي النار واغطيها، بس الغطا مش بيبقى مقفول للاخر زي ما انتوا شايفين، زي بنفتحه كده شوية متقفع زي ما بنقول بالبلدي بتاعنا، وبسيبها تستوي. هاجي بقى للمكرونة بتاعتي. عندي حلة على النار، حطيت فيها زيت وبصلة مفرومة ورشة من الملح ورشة كمان من الفلفل الاسود. تمام. زي ما انتوا شايفين، اول ما تاخد اللون الذهبي الفاتح كده هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. انا بحب اعمل صلصة المكرونة بالبصل، بحبها كده اكتر من الثوم بس. تمام. بعدين هنزل عليها بكمون، كزبرة، فلفل اسود. واول ما اشم ريحتهم كده بنزل بقى بحوالي نص كيلو من الطماطم عصراه في الخلاط، وعليه معلقة هريسة شطة ضرباهم في الخلاط، عاملاهم عصير، ونزلت عليهم طبعا بصفيهم عشان اي بذر او قشر من الطماطم ما يتعب لناش معدتنا. تمام كده. هسيب بقى الصلصه بتاعتي تتسبك، هضيف لها مكعب مرقه خضار وهسيبها تتسبك عندي كده زي ما انتوا شايفين. بعدين هاجي بقى احط وok على النار كده فيها ميه واسيبها تغلي. بعدين اول ما تغلي هنزل فيها بمعلقه كبيره من الملح، وهبتدي اسلق المكرونه بتاعتي. عندي هنا كيس نص كيلو من المكرونه الاسباجيتي، هكسره كده وهحطه في الميه عشان يتسلق. تمام. هنا الصلصه بتاعتي كانت اتسبكت والمكرونه جنبه هي شغاله بتتسلق زي ما انتوا شايفين كده معايا. اثناء ما انت بتطبخي يا ريت تستخدمي كل عيون البوتاجاز عشان تخلصي اكلك بسرعه وتطلعي من المطبخ ما تقفيش كتير. تمام. هبتدي بقى اطلع المكرونه على الصلصه مباشره كده. انا كنت هنا طافيه على الصلصه واطلع عليها المكرونه تماما. انا بعمل الخطوه دي على التقديم على طول، يعني ببقى عارفه ان انا خلاص كده هقدم المكرونه او الاكل بتاعي. تمام. الفراخ اهي كانت بردت شويه. تمام. وهبتدي بقى اقدم المكرونه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، كانت ريحتها حلوه جدا ومشطشطه كده بسيط من معلقه هريسه الشطه اللي ضربناها مع الطماطم في الخلاط. تمام كده. والفراخ بتاعتي طبعا صفت اغلب الزيت اللي فيها، وهنبتدي نقدمها هنا جنب الاكل بتاعنا. هقدم بقى الفراخ بتاعتي كده جنب المكرونه. يا رب ان شاء الله وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وتجربوا طريقتي في الفراخ البروستد او الفراخ المقرمشه. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله. مع السلامه.